مفهوم التعايش مع الآخر. من زخرف القول ما نراه في كثير من الكتابات والدعوات الإعلامية من ضرورة التنازل عن بعض قيمنا العربية والإسلامية، بل وأحيانا الانسلاخ عنها بالكلية، بدعوى الانصهار في الثقافة العالمية وضرورة التعارف أو التعايش مع الآخر، وفي ظل مقولات زائفة من مثل نهاية التاريخ وصدام الحضارات والشرعية الدولية. ولتفكيك هذا القول وبيان فساده لا بد في البداية أن نبين أن الأمة الإسلامية شديدة العناية بمراعاة حق الآخر أفرادا وأمما، كما أنها شديدة العناية بمحاورته في إطار يحافظ على المقصود الكوني استخلافا واستعمارا، انطلاقا من مبدأ اعتبار البشرية أسرة واحدة ممتدة، وبأن الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره. وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، وانطلاقا من مبدأ أن التنوع والاختلاف منطق الحياة. لكن الأمة الإسلامية في المقابل مطلوبة بالحفاظ على هويتها والتمسك بقيمها ومجاهدة الآخر ودفع ظلمه، إن هو حار فجار، ففجور الآخر على أرضنا أو حضارتنا وقيمنا لا يمكن الاستسلام له بدعوى التعايش والتعارف، إذ ذلك يفرض أشكالا من العلاقات بين الأفراد أو الأمم والحضارات لا يرضى عنها الإسلام، مثل التبعية والخضوع والخنوع والاستسلام والطغيان، والقابلية للاستخفاف والطاعة، وعلاقات التمركز والاستئثار، وعلاقات الهيمنة والسيطرة، فكلها أشكال من العلاقات لا تتفق ومقتضيات الاستخلاف، كما لا تحقق معاني خيرية الأمة أو شهودها أو فاعليتها الحضارية. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.